زلزال يضرب العمالة المصرية في دولة الإمارات. السلطات الإماراتية تلغي إقامة آلاف المصريين العاملين هناك. المثير والمستغرب أن هذا القرار كان مفاجئ، وكان أثناء قضاء هؤلاء إجازاتهم الصيفية في بلدهم مصر. تصور أنت تقضي إجازتك تفاجأ بقرار إلغاء الإقامة، والكثيرين من هؤلاء يعملون هناك لسنوات طويلة. أحد المدرسين قال عنده تقريبا 10 سنوات الآن يعمل في دولة الإمارات. طبعا في دولة أوروبية إذا قضيت هذا العدد من السنوات لا يمكن أن تلغى إقامتك بهذه الطريقة الإجرائية السريعة والمفاجئة. صحيفة مصريون في الإمارات قالت إن الكثيرين يخشون مغادرة دولة الإمارات. الحقيقة إلغاء هذه الإقامات بالتأكيد سينجر عنه اضطرار الآلاف ربما إلى المغادرة. المركز المصري للإحصاء أو الجهاز المركزي المصري للإحصاء تحدث عن أن أعداد المصريين في دولة الإمارات تصل إلى حوالي 1,300,000. التحويلات المصرية مهمة أيضا، مهمة جدا الحقيقة الاقتصاد المصري. التحويلات لعام 2024-2025 بلغت حوالي 3.6 مليار دولار، وهو رقم مهم للاقتصاد المصري، ما سيترتب عليه الحقيقة خسائر ليس فقط لهؤلاء العمال بل أيضا لدولة مصر. الخسائر طالت أيضا الشركات المصرية، لأن أعداد الشركات المصرية المسجلة هناك في غرفة دبي تبلغ حوالي 4,873 شركة، وهو الترتيب الثالث بعد الهند وباكستان. تصور أنت أصحاب هؤلاء الشركات فوجئوا فجأة هكذا أن عدد من عمالهم ألغيت إقاماتهم، وهذا يسبب خسائر للشركات أيضا، خسائر إذن متعددة ومتنوعة للمصريين أفراد وشركات ودولة. يبقى السؤال: لماذا الإمارات؟ وليست المرة الأولى الحقيقة التي تلغي إقامة المصريين. ما الذي دفع الإمارات إلى مثل هذا القرار المجحف الحقيقة والمفاجئ؟ هذا سؤال يبقى مطروح.